حاسة إنِّك في سباق ما بيخلصش، ال24 ساعة مش مكفّيين، بتجري طول اليوم من فطار لمدارس لشغل لطبيخ لمذاكرة لنوم، ماراثون مالوش خط نهاية، وفي الآخر نلاقي خُلقنا ضيّق وما لناش نِفْس لحاجة وكل حتّة في جسمنا وجعانا. دي حاجة اسمها role strain، إرهاق الأدوار والوظايف. يعني المهام والمسؤوليات بتاعتنا بتدخل في بعضها وتتحط كلّها فوق أولوية، لحد ما إحنا نوصل لحال من الاحتراق. وده لإننا اتربينا على قاعدة أنا باعتبرها من أكتر القواعد المسيئة للنفس البشرية، إنك ما تريحش إلا لما تخلص كل اللي وراك. ونسيوا يعلمونا إن جزء أساسي من اللي ورانا هو رعاية أنفسنا، وإن راحتنا دي أولوية مش رفاهية. عارفين الجملة اللي كلنا بنقولها وبنستشهد بيها إن لنفسك عليك حق، أصلها جه منين؟ جه بين اتنين من كبار الصحابة. سيدنا سلمان الفارسي كان بيزور أخوه أبو الدرداء، وعرف إنه بيقضي معظم وقته في العبادة، يعني مش شغل دنيوي ولا حاجات ملهاش لازمة. فقال له: إن لنفسك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الحادثة دي علق وقال: صدق سلمان. اللي بيخلينا عارفين نكمل في أدوارنا ونعملها على أحسن وجه هو إن إحنا نعملها وإحنا مرتاحين. الراحة المنتظمة بتديكي سعة نفسية، تركيز أعلى في المخ، تحمل أكبر، بالك يبقى أطول مع أولادك، ونفسك مفتوحة للشغل اللي بتعمليه. بداية التعافي من القناعة المدمرة دي إنك تحطي نفسك على قائمة الأولويات، وتخصصي وقت في اليوم عشانك انتي. مكالمة حلوة مع حد قريب ليكي، مشروب حلو كده في قعدة هادية، ورقة وقلم وتكتبي كل مشاعرك وأفكارك. وشوفي بعدها التأثير اللي هتلاحظيه على مرونتك النفسية وسعتك الداخلية. وقولي لنا بقى ايه الحاجة اللي حقيقي بتفرق معاكي وبتديكي ساعة نفسية لما بتعمليها.